إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم غايات قرآنية، وهذه هي الحلقة العشرون من حلقات هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا، وهو حلقتنا هذه ستكون الجزء الثاني من حلقة التدبر أو غاية التدبر، حتى نستطيع إن شاء الله أن نستكمل هذا المعنى المهم الذي جعل الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغاية، غاية التدبر، هدف سامي لنزول القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الغاية العظيمة إن شاء الله، هذا هو الجزء الثاني منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فيها فتح، وخاصة الناس في المواسم إن شاء الله تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى مآلاته. وبالتالي في الحلقة الماضية وقفنا عند التفريق بين التفسير وبين التدبر، فقلنا بأن التفسير هو عبارة عن فهم ذهني معرفي يعمل فيه أهل الاختصاص من المفسرين والعلماء الذين يهتمون بعلوم القرآن وبدقائقه وبتفاصيله وبلغته وبيانه وبديعه وجناسه وكل ما فيه من تفاصيل. أما التدبر فهو حالة إيمانية قلبية يتفاعل فيها العبد المكلف، حتى ولو كان أمي. تجد أن من الأميين من يفتح الله عليه لدرجة أنه يتدبر آية فهم معناها ببساطة، ولكنه ماذا يفعل؟ ينظر إلى هذا الذي مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بس فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويقف مع قوله لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. هنا تلاحظ بأن المتدبر بعيدا عن التفاسير، بعيدا عن ما يقوله الناس، كل ذلك لا يحتاج إليه المتدبر، يدرك إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم يبدأ في تفاعل داخلي قلبي. كيف كانت لحظة موسى واستقباله لهذا النداء الإلهي، ثم كيف سيكون تفاعل موسى مع قوله فاعبدني بشكل مباشر: يا موسى اعبدني، وهو يدرك معنى العبادة، وأقم الصلاة لذكري. فيضع المسلم في لحظة التدبر هذه الأبعاد كلها، أبعاد أن هذه اللحظة هي لحظات يعني خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، وهي لحظة البداية عند موسى عليه السلام، وهي أول أمر أمره الله به، وهو أن يوحد الله وأن يقيم الصلاة. إذن هنا التدبر أدرك المعنى الكلي، ولكنه لم يقف عند التدبر، فهو ليس شخصا مستشرقا يهمه فقط والله المعاني العامة والدلالات والتفصيل، هذا ممكن يقوم به حتى المستشرق الكافر. المؤمن ينظر بعد ذلك إلى أن هذه الآيات التي تلاها يقيسها مع نفسه: أين أقف أنا من عبادة الله؟ أين أقف أنا من الصلاة؟ أين أقف من الصيام؟ أين أقف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أقف من الضعفاء، من المساكين، من الجهاد في سبيل الله، من نصرة المستضعفين، من العمل للدين، من العمل للإسلام؟ فيبدأ الإنسان هذه الحالة الداخلية التي قلت فيها في الحلقة هي انفعال مع النص وتفاعل معه، انفعال مع النص وتفاعل معه. وبالتالي التفسير شيء ذهني عقلي معرفي، والتدبر أمر قلبي إيماني، وبالتالي الأمي يمكن أن يتدبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول أفلا يتدبرون القرآن، كلنا خاطبنا الجميع، فلا أحد يستطيع أن يقول لك والله يا أخي أنت لا تتدبر كلام الله. يمكن يقول لك والله لا تفسر، تفسير له أدوات وله آليات، لكن لا يستطيع أن يقول لك لا تتدبر آية من آيات الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشكل عقيدة المسلم. يستطيع المسلم المتدبر لهذا المعنى أن يدرك عظمة الله عندما يتلو مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. خلاص، بالنسبة له الصورة واضح أن الله سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا معبود سواه، فيتفاعل مع هذه الحالة وجدانيا. إذن نلاحظ بأن التدبر يختلف عن مسألة التفسير من هذا الباب. ولذلك أيضا نأتي إلى موضوع
التفسير ذكرنا التفسير وخلافه مع التدبر، نأتي إلى موضوع الاستنباط والتدبر. هنالك أيضا كما الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط، ما هو الاستنباط؟ سنلاحظ بأن الاستنباط أدق من التدبر، أدق من التدبر. لكن كل المعاني، التفسير، كل مثلا ما أدركت معاني ودلالات الغوامض والقضايا الخفية كلما استطعت أن تتدبر أكثر. كلما استطعت أن تدرك تفسير وتتدبر معاني القرآن الكريم وتدرك ما فيه وتتفاعل معه، فإن الحالة الإيمانية ستهديك. والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى يهديهم ربهم بإيمانهم. فستلاحظ بأن الكثير من المغالق التي تتصورها أنت بإقدامك على كلام الله وطلبك الهداية وأنك تريد أن والله هذا القرآن يهديك إلى الصراط المستقيم، فإن الله يفتح لك. ولذلك كثير من الناس للأسف الشديد الذين تنقصهم العمق الإيماني في التفاعل مع كلام الله لا يهتدون بهذا الشكل، لا يهتدون بهدايات القرآن ولا يهتدون بإيمانهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. الاستنباط عموما هو أخص من التدبر الذي هو نظر وتأمل. يعني التدبر قلنا هو نظر وتأمل في المعاني الظاهرة، بينما الاستنباط يكون في المعاني الغامضة والدقيقة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لا يعلمه كل الناس. إذا الاستنباط هو غالبا لأهل الاختصاص وأهل العلم المتعمقين في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نأتي إلى ما هو أنواع التدبر المطلوب في كتاب الله حتى نستطيع فعلا أن نستفيد من هذه الحلقة وندخل إلى قضية التدبر التي نحن نحث الناس إليها، وألا تكون هنالك حواجز بيننا وبين كلام الله، وحتى لا نستصعب الأمر. الله يقول لك كتابي ميسر، قل له نعم يا رب كتابك ميسر وأنا سأقبل عليه. ما هو أول نوع من أنواع التدبر الذي يمكن أن ندخل إليه في كلام الله؟ التدبر لمعرفة الصدق من جاء به وأنه حق من عند الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا في اللحظات الأولى التي يريد الإنسان أن يزداد يقين وأن يكون إيمانه ليس إيمانا تقليديا، بمعنى وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لا، أنا لا أريد أن أقف عند هذه المعنى، أريد أن أقف على أن أعلم كتاب الله وأنه حقا وصدقا من الله. كيف ذلك؟ أن أذهب في التعمق والتدبر في كلام الله بما يجعلني أوقن عن طريق الاستدلال والنظر بأن هذا الكتاب هو الحق. استطيع أن أجادل به بعد ذلك، استطيع أن أناضل عنه، أكافح عنه، لأني عرفت بأن هذا الكتاب فقط ما قلدت فيه أبي ولا قلدت أمي، ولكن عرفت عن طريق العلم والمعرفة بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه. النوع الثاني من أنواع التدبر، يعني هذا النوع الأول ربما ممكن أسميه بالتدبر في المعجزات الدالة على صدق الرسول والرسالة. هذا النوع اللي سميناه قبل كده البينات، البصائر التي سماها الله سبحانه وتعالى بينات في كتابه، وسماها بصائر وسماها بصيرة وسماها معجزات. على كل هذه أسماء يعني موجودة في هذا الجانب. النوع الثاني من أنواع التدبر هو التدبر الذي يكون للوقوف على عظاته، نقف على العظات وعلى الاعتبار بما فيه من القصص القرآني والأخبار وتعقل الأمثال المضروبة. يعني الله سبحانه يضرب الأمثال، فأنت تتفكر في القصص، تتفكر في الأمثال، تتفكر في الأخبار الواردة، وكذلك ما اشتمل عليه من وعد ووعيد. كثير من أحاديث آيات الوعد وآيات الوعيد، يعني يعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالجنة ويتوعد الكافرين بالنار. فكيف استطيع مثلا أن أتأمل في هذا الجانب حتى استطيع أن أحول هذا الموضوع إلى سلوك، يعني إلى سلوك عملي، والترغيب والترهيب من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع منه من تقصير. يعني أنا أتأمل آيات الوعد والوعيد من أجل أن أنظر أين أقف أنا. هل والله أنا فعلا مع أهل الذين بشرهم الله أم من الذين حذرهم الله؟ هل أنا والله مستقيم على الصراط المستقيم أم أني خرجت عن الصراط المستقيم؟ وهكذا. هذا نوع من التدبر الداخلي، التدبر الداخلي. النوع الثالث من أنواع التدبر تدبر لاستخراج الأحكام. بعض الناس يتدبر لأن يخرج الأحكام، سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد أو الأعم من ذلك المتعلقة بالجوارح والسلوك. فالآن زي ما قلت أنا، قل هو الله أحد تشكل لك تصور وعقيدة، أقيموا الصلاة تشكل لك سلوك، الاستقامة في الأخلاق مثلا، لا تقربوا الفواحش تحسن في سلوكك، الوصايا العشر من يقف عليها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وصايا العشر عندما يقف عليها العبد المؤمن فإنها تشكل له الصراط المستقيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن أنت من خلال هذا تستطيع أيضا أن تتسع بمفهومك في موضوع التدبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وعرف السداد من الانحراف والإعوجاج. الرابع تدبره أي تدبر المكلف للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص وما ورد فيه من أوصاف هذه الدار وما بعدها من الجنة والنار وما وصف الله تعالى فيه أهوال القيامة ونهاية الحياة ونهاية الحياة الدنيا وأوصاف المؤمنين والكافرين وطوائفهم وصفات أهل النفاق وصفات المؤمنين إلى غير ذلك. أيضا هذا نوع من التدبر، فأنت تتدبر في هذه الأوصاف العظيمة الجليلة حتى تنظر إلى أين تقف أنت. خامسا أيضا من أنواع التدبر المطلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه وصروف خطابه واستخراج اللطائف اللغوية التي تستنبط من مضامين النص القرآني. هذا طبعا الآن ربما يقترب من التدبر، هنا يقترب من التفسير. لما يبدأ الإنسان خلاص من خلال يعني قراءة مرة ومرتين وثلاث ستدخل بعد ذلك في أن الله يفتح الله لك. ثم أيضا من خلال بعض الناس مثلا يضع دفتر وورقة وقلم، وعندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أي لفظة من الألفاظ مرت عليه يسجلها، إذا كانت واضحة عنده فبها، ما واضحة يسجلها ثم يرجع إلى التفاسير ويتأمل هذه الكلمة ومفرداتها ثم يتعرف عليها، خاصة ما لا يعرفه إلا العلماء أو لا يعلمه إلا الله. هذه القضايا عموما تحتاج إلى تدبر خاص. هذه الخمسة أنواع كلها نعتبرها إن شاء الله من الأشياء المطلوب التدبر فيها. سادسا تدبره للتعرف على دروب المحاجة والجدال للمخالفين وأساليب دعوة الناس على اختلاف أحوالهم وطرق التأثير في المخاطبين، هذه أيضا سبل الإقناع. هذا أيضا ينفع في الدعوة. أنت عندما تسمع حجج الأنبياء، نقاشهم مع أقوامهم، كيف كانوا يتفاعلون، كيف يردون، كيف يصبرون، متى يردون ردا قاسيا، متى لا يردون ردا قاسيا، وهكذا. هذه القضايا كلها تفيدك في نهاية المطاف في الجدال بالحسنى، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا النوع أيضا من التدبر في كلام الله. السابع تدبره للاستغناء به عن غيره، أيضا تتدبر كلام الله، وهذه مرحلة طبعا متطورة جدا. تتدبر كلام الله لتستغني به عن غيره سوى السنة النبوية طبعا فإنها شارحة الكتاب. الثامن تدبره من أجل تليين القلب وترقيقه وتحصيل الخشوع، هذه طبعا أرقى درجة لأنه خلاص تتفاعل معه وليس تفاعلا ظاهريا فقط. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نواصل إن شاء الله فيما بدأناه من حلقة التدبر في جزئها الثاني، وكنا نتحدث عن أنواع التدبر وذكرنا جملة من الأنواع ويمكن الإنسان أن يفتح الله عليه. ذكرنا 8 مجالات يمكن أن تكون تصلح للتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تزيد. اقرأ كتب علوم القرآن، اقرأ من يكتبون عن موضوعات القرآنية، ستجد أن هنالك أبواب واسعة جدا. من الناس من ينشغل بالمفردة، من الناس من يشتغل بالآية، من الناس من يشتغل بالسورة، وهكذا. فهذه كلها مجالات. نأتي الآن إن شاء الله إلى القواعد والمفاتيح الأساسية للتدبر. لا بد لكل شيء مفتاح، وهنالك قواعد وضعها أهل العلم لكيف يمكن أن يصل الإنسان إلى التدبر الأمثل في كلام الله سبحانه. أول نقطة للتدبر ومفتاح من المفاتيح الأساسية لا يمكن بدونها أن تستفيد من كلام الله وأن تستفيد من التدبر ما لم تكن القاعدة الأولى قاعدة حب القرآن الكريم. حب القرآن. وأنا عندما أتكلم عن الحب يعني كثير من الناس يدركون، أو ربما كل منا يدرك ماذا تعني كلمة الحب،
ولله المثل الأعلى. لو أن هنالك شخص تعلق بفتاة جميلة، تعلق بامرأة يحبها، تعلق بشيء بالنسبة له شكل مثال، خلاص هذا هو هذا عشقه، هذا هواه، هذا غرامه، هذا هيامه، هذه كل المعاني هذه اجعلها في كلام الله. الحب سيشدك إلى كلام الله، ستطيل الجلوس معه، تحرص على أن يكون مناجاتك مع هذا الكتاب، تحرص إلى أن تجلس معه أكبر فترة وأطول فترة، تحرص على أن تتدارسه مع الآخرين، تجعله همك الأكبر. يعني عندما نقول حب كلام الله سبحانه وتعالى فإن له دلالات عموما عظيمة، قد لا يتسع المقام عموما للتفصيل، ولكن لها دلالات في العقل والنفس والوجدان والروح والبدن. عندما نقول أن تنطلق من قاعدة الحب، حب كلام الله سبحانه وتعالى، يكفي لتحب كلام الله أن توقن أنه كلام الله، وحبك لله هو الذي يجعلك تحب كلامه، وهذه حالة طبيعية، لأن ولله المثل الأعلى. إذا أحببت شخص تكاد عينك لا ترى منه إلا كل ما هو جميل، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذا أحب الإنسان شيء تعلق به وصار والهام به، فنجعل القرآن هو الحب الذي يعني نعيشه في حياتنا. هذه القاعدة الأولى، قاعدة الحب. القاعدة الثانية أن نستحضر أهداف القرآن، وأهداف القرآن باختصار 5، حتى إن شاء الله هذا الموضوع حقيقة طويل، أنا ما كنت أريد أن أجعل الأمر بهذا الشكل، لكن لا بد أن يعني نقول فيه. أهداف القرآن عليك، بعض الناس يجعل هدفه من القرآن الثواب، يقول لك والله يا أخي الحرف في القرآن ب10 حسنات، ألف لام ميم، هذه الألف حرف واللام حرف والميم حرف 30 حسنة. طيب، فهو ينشغل بفكرة الثواب، وهي طيبة بلا شك، لكن ليست هي الفكرة التي يريدها الله بإنزال القرآن. ليس إنه والله سباق في تسجيل مسألة إيه؟ مسألة أكثر من يقرأ القرآن، لكنها مفيدة. الحالة الأولى، الهدف الأول من أهداف القرآن الثواب. جيد إنه والله أنت تقرأه للثواب، وتقرأه لأنك تريد أن تكثر الحسنات، لأن يوم القيامة بلا شك الحسنات لها. لكن هنالك من ضرب مثال بأن من يقرأ مثلا 10 آيات، وواحد آخر قرأ آية واحدة ولكنه وقف في معانيها ونظر فيها وتدبرها وتفاعل معها وأخرج منها العبر والدروس، يقول هذا كمن امتلك يعني قطعة ذهب ثمينة في مجموعها قد تساوي 10 قطع التي هي 10 آيات. لو افترضنا أن والله صاحب 10 آيات دون تدبر هي 10 آيات 10 قطع، وهذه قطعة واحدة، هذه قطعة ثمينة، وهكذا نتفاعل مع كلامه. فعندنا الثواب. الهدف الثاني عندنا المناجاة، من أهداف القرآن الكريم المناجاة والمساءلة. عندما تقرأ القرآن أنت تناجي الله سبحانه وتعالى، تجعل خلوتك مع الله، تجعل اتصالك بالله، تجعل هذه اللذة الخاصة بمناجاة الله سبحانه وتعالى وسؤاله. لما تقرأ القرآن هنالك مناجاة وهنالك مساءلة. إذن هذا الهدف الثاني. عندنا هدف الثواب، هدف الثاني المناجاة والمساءلة. الهدف الثالث هو الشفاء، هو كيف نستشفي بالقرآن الكريم. والاستشفاء شيء عظيم يا أخوان. يعني الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن شفاء، شفاء للعقول من الشبهات، وشفاء للنفوس من الشهوات، وشفاء للأبدان من أسقامها، وشفاء لما في الصدور من هموم وأحزان وغموم وقلق واضطراب. إذن أنت تستشفي بالقرآن الكريم. هذا الثالث. للأسف الشديد بعض الناس هذه تفوت عليه، كيف أنا أقبل على القرآن أريد الاستشفاء به، أريد أن أعالج نفسي، عندي أمراض، عندي أسقام، هذه الأسقام جزء منها نفسي، جزء منها عقلي، جزء منها روحي، جزء منها بدني. كل ذلك هدف من أهداف القرآن. وأنت تقرأ القرآن يجب أن من أهدافه كذلك العلم، أن أشكل منظومة معرفية. والله لو أنك أقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى ونظرت في التاريخ البشري كيف يسرده القرآن، ونظرت في منظومة الكون كيف يسردها القرآن، لكان في ذلك العجب والعجاب. فلا بد للإنسان أيضا أن يلتفت إلى هذا الموضوع. أيضا من أهداف القرآن الهدف الخامس العمل الذي هو العلم الذي يجر العمل. إذا نحن 5 أهداف لا بد أن نستصحبها معنا ونحن نقرأ
ونتدبر موضوع القرآن الكريم. ثالثا، الأفضل في تدبر القرآن الكريم الحفظ، وأن يجمع الإنسان ما بين الحفظ والقيام والصلاة. هذه لأن الله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. رابعا، الجهر بالقرآن الكريم، وهذا أيضا من الأشياء المهمة جدا مع تحسين الصوت والتغني به. خامسا، الترتيل والترسل والتمهل والتأني، عدم العجلة. سادسا، تكرار الآية مرة ومرتين، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. والتوقف مع الدعاء، مرت عليك آية فيها جنة تسأل الله الجنة، مر عليك آية فيها عذاب تستعيذ بالله. سابعا، التحزب، أن يكون لك حزب بمعنى لك ورد خاص، وهذه لها نصوصها أيضا الكثيرة. ثامنا، أن تربط بين الآية النظرية في ذهنك وبين واقعك، تربط ما بين الحفظ وما بين المعنى وما بين العمل. هل والله هذا الربط لأنه مساعد جدا. علامات التدبر، هنالك جملة مما يدل على أن والله أنت فعلا التدبر صار مؤثر عندك ولا غير مؤثر. اجتماع القلب والفكر في القراءة، ودليله التوقف والتعجب والتعظيم. البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. زيادة الخشوع، زيادة الإيمان. القشعريرة خوفا من الله. السجود تعظيما لله سبحانه وتعالى. كل هذه إذا وقعت عند الإنسان فإنه يدرك بأن التدبر بدأ يؤتي ثماره. عندما تخشع تقرأ آية من كتاب وتكرر أحيانا سبحان دلالة زيادة الإيمان، يجد الإنسان سبحان الله آية من كلام الله. مثلا كثيرا ما كانت تستوقفني آية هي آخر ما نزل من كلام الله، وكنت سبحان الله دائما كثير الانشغال بها، وهي قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية سبحان الله هي آخر آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنت أقول كيف أن هذا الكتاب العظيم بعد كل هذا الوضع انتهت بنا إلى تقوى الله والدار الآخرة. يعني كل هذا الكتاب يجب أن ينتهي بنا في نهاية المطاف واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ختاما، ما هي ثمرات التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى؟ هنالك الكثير من الثمرات حقيقة، لكن دعونا نقول بأن التدبر يورث اليقين ويزيد الإيمان، وكذلك التدبر هو طريق العمل بما في القرآن الكريم، ويفتح للإنسان آفاق العمل، لأن كلما التمست هدايات الكتاب فتح الله لك الطرق والمقاليق. أيضا مما يستفيده المتدبر هو أن يكون عظة، يعني يستفيد من الآيات العظة والاعتبار بأمثال القرآن وقصصه. رابعا، يحمل على محاسبة النفس البشرية ومراجعتها والارتقاء بها، فالمتدبر لا يقف عند حد، أنت ترتقي كل يوم، ترتقي بكلام الله، ترتقي بالعمل، ترتقي بالرقابة، وهكذا. يعني تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، ترتقي من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، ترتقي في التقوى من تقوى الإسلام إلى تقوى الإيمان إلى تقوى الإحسان، وهكذا. يعني أنت في ارتقاء مستمر. هو الطريق أيضا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن الكريم المتدبر فيه هو يلاحظ أنه يقترب من حب الله ويحب الله سبحانه وتعالى. أيضا أقرب الطرق لرقة القلوب وصفاء النفوس ومناجاة الرب جل جلاله والعيش في لذة الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين. طبعا هنا ابن القيم عنده كتاب المدارج الذي يشرح فيه كتاب المنازل للهروي، يلاحظ بأن قراءة القرآن أنفع شيء من تدبره وتفكر فيه. وهنا لابد أن ألفت إن شاء الله سيأتينا التفكر في آيات الله الكونية، والتدبر موضوعه القرآن الكريم، يعني ليتدبروا آياته. التدبر يكون هنا في القرآن الكريم، فهو موضوع عموما، يعني موضوع القرآن الكريم هو التدبر. يقول: فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال
التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في القرآن الكريم بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه. المشاهد الكريم، بذلك نكون إن شاء الله قد وصلنا إلى نهاية حلقة التدبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون كلام الله ويعيشون معه ويعيشون به، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن حجة لنا لا علينا. فكم من قارئ للقرآن والعياذ بالله والقرآن يلعنه، وكم من قارئ للقرآن ويكون القرآن يوم القيامة حجة عليه وليس حجة له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.